فعميل لسه باعت لي مسج حالا بيقول لي انا عايز كيلو بن كل اللي يشرب منه فنجان يتحكى بيه وما ينساش الفنجان ده طول حياته، فتعالى نعمله مع بعض. العميل كان عايز الكيلو بن ده ما يكونش فيه اي نسبه مراره، بس عايز تيست مقارب لتيست الكولومبي، فاحط له 250 جرام من البن الجيتومالي اللي هيديله نفس تيست الكولومبي بدون اي نسبه مراره. كان بقى عايز القهوه كريمي، فانا قررت طالما هو عايز القهوه كريمي لازم يتحط لها بن برازيلي، عشان البرازيلي ده بيظبط كريمه القهوه وبيخليها كده تدوب في بقك، فنحط له 200 جرام من البن البرازيلي. ولان العميل كان مركز قوي على موضوع ان القهوه تكون وشها تقيل وفي نفس الوقت نسبه الكافيين عاليه، فانا اخترت الاندونيسي، نوع من انواع الروبستا اللي كافيينه عالي وبيظبط الوش والقوام، فاحط له 250 جرام من الاندونيسي وفي نفس الوقت هيقلل له من سعر القهوه شويه. وتعالى نكمل الخلطه. وعلشان اي فنجان قهوه حلو لازم يبقى ريحته حلوه وتقلب البيك كده، فهحط له 150 جرام من البن الحبشي اللي ريحته عاليه جدا في قلب القهوه. اساس القهوه الحلو لازم يكون قوامها متماسك وتقيل كده وتشرب لاخر شفطه تحس ان في وش، فتعالى نحط لنا 150 جرام من ملك القوام وهو الهند روبستا، وهنحط 150 جرام من الهند روبستا، وكده احنا كملنا الكيلو. هنقلب تقليبه وتقدر تشربها ساده ومحوج، بس انا بصراحه العميل طالبها مني محوج وطالبها تحويجه مخصوصه. هحط لها 40 جرام من الحبهان وشويه ورد خفاف، شويه قرنفل بيخلوا ريحه القهوه حلوه. نص الطيب بطلب العميل كسرناه، فتعالى ننزله في قلب الخلطه. ودم الجنسنج كده يدوا طاقه وباور كده، وده برضك بطلب العميل. التوليفه بالكامل والخلطه بالكامل كانت باختيار العميل. وتعالى نقلب الخليط ده كله. وننزل بيه في مطحنتنا.